بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ البسلة بقى طبعا عارفين ان اليومين دول الموسم بتاعها موجودة كتير في السوق، وهو الوقت ده كده احلى وقت تخزني فيه بسلة. يلا بينا اوريكي ازاي تفرزي البسلة، هتقعد معاكي على ضمانتي من السنة للسنة، ولا طعمها يتغير ولا تعمل ريحة ولا تجرمز منك كده لما تيجي تسويها ولا اي حاجة. بس قبل ما نبدأ في الفيديو، اللي ما يعرفنيش أنا اسمي رانيا، أتمنى تتابعوني في قناتي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. هاتي بقى الكمية اللي انتي حابة تخزنيها. أنا المرة دي اللي جبتهم هما 4 كيلو بسلة. ال4 كيلو بسلة دول هحط لهم 1.5 كيلو من الجزر. طبعا في ناس ما بتحبش تكتر الجزر، في ناس بتحب تقلل شوية تزود شوية، طبعا ده على حسب حريتك. انا بقى قعدت كده افصص البسله الاول مع نفسي. هنا بقى كده كان قعدنا نعمل الجزر. كان الجزر في الوقت ده مش قادره اقول لكم على جماله. احنا بقينا قاعدين نتسلى نقطع وناكل انا انا والولاد. اعملي بقى الكميه اللي انتي حباها زي ما قلتلك. صدقيني هتعمليها وتنسيها، هتحتاجيها بقى طول الصيف. لو هتلاحظوا معايا انا بحب اعملها على طول مع البسلة بقى، مع شوربة خضار تطلعيها من الفريزر وهي متجمدة كده بنحطها على طول. هنا بقى كده اهو انا عملت الكمية بتاعتي كلها. نروح بقى نغسلها غسلة كويسة جدا. اغسليها غسلتين 3 كده وحطيها في مصفى، ويلا بينا بقى على البوتاجاز. حلة على النار ما فيهاش اي حاجة، الحلة تسخن. انزلي بقى بالبسلة بتاعتك كده حبة بحبة، ولا بقى تحطي زيت ولا تحطي بصل ولا تحطي توابل. امشي معايا بالخطوات واحدة واحدة وصدقيني هتاخدي نتيجة 100%، وعلى ضمانتي. بحط بقى كمية البسلة بتاعتي كلها زي ما انت شايفة كده. ما شاء الله كانوا كمية حلوين. الحلة سخنت كويس الأول. وادي البسلة بتاعتنا حطيناها في الحلة. خلي النار بقى وسط، انا مش عايزه النار عاليه عشان البسله ما تشتش منك. احنا مش حاطين ميه ولا حاطين اي حاجه، البسله لوحدها بس هتستوي على البخار. بعد ما بيعدي 5 دقايق بدي تقليبه زي ما انت شايفه بقى البخار بدأ يشتغل. ما تحطيش، انا بكرر ما تحطيلهاش اي اضافات، زي ما هي كده. ادي تقليبه. شايفه اللون؟ اظن الخضار بتاعها واضح. ادي تقليبه ونرجع نغطي. استني كمان 5 دقايق، 5 دقايق 7 دقايق، ما تكتريش عن كده. احنا كده يعتبر بنسويها بنسبة 40%. زي ما انت شايفة طبعا البخار ما كنتش الكاميرا مش الصورة مش واضحة قوي بسبب البخار. آه زي ما انت شايفة بقى كده. نزلت السوائل بتاعتها، انا ما كنتش حاطه لها مية خالص، المية دي نزلت منها فيها. اطفي عليها واستني بقى لغاية ما تبرد تماما. شايفة منظر البسلة؟ اللون تمام. الريحة كانت فظيعة. عبيها بقى في اكياس طبعا على حسب الكمية اللي انتي حابة تعمليها. انا بعمل اكياس كبيرة شوية للطبيخ، واكياس صغيرة باخدها للرز. كنت مفرزة كمان جزر. هعمل فيديو لوحده للجزر، لطريقة تفريز الجزر. مفيش اسهل منه وبنحتاجه على طول للاكل. لحد هنا كده بقى اتمنى تكونوا عملتوا اللايك والكومنت الجميل. احفظيها بقى في الفريزر، وصدقيني وعد مني هتعملي الطريقة دي ومش هتندمي، وهتعتمديها معاكي كل سنة. بس كده. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.